بجدد لحضراتكم التحية، بصبح عليكم من جديد في برنامج بصبح عليك، بصبح على كل المصريين الأفاضل. والاستفتاء هو حديث الساعة، والنتائج اللي هتعلن النهاردة في مؤتمر صحفي عالمي. بكل تأكيد هذا الاستفتاء له تداعيات وله أيضا مؤثرات على الساحة السياسية. نسعد بأن يكون معنا في هذا اللقاء المستشار بالتحكيم الدولي فايز فياض ورئيس النيابة العسكرية الأسبق. سعادة المستشار، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. صباح الفل. صباح الفل. وطبعا كيف قرأت أيام الاستفتاء وكيفية المشاركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الاستفتاء أعتقد عند كل المصريين كان يوم عيد. يومي الاستفتاء. يومي الاستفتاء. كانوا يعني يومين فعلا من الأيام المشهودة والمعدودة في تاريخ الوطنية المصرية. شفنا قد ايه الفرحة في وجوه الناس، شفنا قد ايه لدرجة ان الناس كانت بترقص وكانت بتزرغط في امام لجان الاستفتاء من غير ما اي حد يطلعها، من غير ما نشوف المظاهر اللي كانت بتحصل قبل كده، ان كان في مثلا اتوبيسات بتنقل الناس من مصالحهم والكلام ده. الناس كانت راحة مختارة. شفنا قد ايه اقبال المرأة الكبير جدا وفرحتها بهذا الاستفتاء. شفنا قد ايه المعاقين، كانت الناس مش قادرة تمشي، والناس راحة من شالة، واللي رايح راكب البسكليتة بتاعته، واللي راكب. فكانت مظاهر جميلة جدا، مظاهر كانت تفرح، لها مؤشرات جميلة جدا، لأن احنا محدش قال لهم اطلعوا، لكن الناس طالعة عشان تقول حاجة معينة، عشان تنجح خريطة الطريق، عشان تقول ان احنا عاوزين نبدأ عهد جديد نسترد فيه بلدنا، نسترد فيه مصر. نعم. فكان منظر طيب ومنظر مشرف جدا جدا امام مصر وامام العالم اجمع. جميل. يعني هم المؤشرات او التسريبات بتقول ان اللي شاركوا حوالي 20 مليون من 52 مليون 700، يعني النسبة كده تقترب من ايه؟ من هي نسبة نسبة المشاركة من يعني قالوا من 40 ل 50%. يعني لسه احنا طبعا دي كلها مؤشرات أولية، لأن نسبة المشاركة بردك في هذا الاستفتاء كانت أفضل من أي استفتاء من أول مصر ما عرفت تاريخ الاستفتاءات. أكبر نسبة إقبال على المشاركة في الاستفتاء. فهي لو حتى نسبة 30% فهي أكبر، لكن هي الحمد لله وصلت في بعض الأماكن لأكثر من 50%، وبعض يعني في أقل التقديرات أكثر من 30%، فهي من 30 ل 50. لو قلنا متوسط الإقبال 40%، فإحنا برضك في مشاركة كبيرة جدا. ليه بقى سعادتك؟ احنا عندنا في ناس كتير جدا وخصوصا من الشباب في الخارج، ومعظمهم ما سجلوش، يعني مش معظمهم ما سجلوش حتى في الخارج. فطبعا أي أسرة دلوقتي لو حضرتك بصيت هتلاقي لها ابن دايما مسافر في الخارج، بيعمل في الخارج، لكن كل الناس أعتقد الموجودين نسبة 90% منهم خرجوا، إلا المقاطعين، مالناش دعوة بالمقاطعين، لكن نسبة الإقبال كانت نسبة عالية جدا، نسبة مشرفة جدا، وما حصلش في أي استفتاء سابق. طيب دلوقتي هرجع للخبر المنشور في صدر المصري اليوم النهارده، وقلق الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام من عدم مشاركة الشباب. حتى هو أكد بأنه إذا كان الشباب قلق وغضبان من ظهور بعض الوجوه على الساحة، فالفريق عبد الفتاح السيسي قال أنه لا عودة للوجوه القديمة. هل بتتفق في هذا التفسير مع وزير الدفاع بأنه عزوف الشباب وعدم المشاركة بهذا الشكل هو بهذا السبب؟ أولا يعني عايز بس أقول لحضرتك حاجة. الاستفتاء كان فيه شباب، يعني احنا لو بصينا على الصور اللي احنا شفناها على التلفزيون كان فيه شباب. صحيح نسبة مشوية. كل المراقبين قلقين جدا من هذا العزوف. لا، ما انا هقول لحضرتك يعني حتى قالوا جملة مشهورة: لماذا اختفى الشعر الأسود من المشاركة في الاستفتاء؟ لا، هو أولا كان فيه شباب وكان فيه شابات. احنا بس لازم نقول ايه، الفريق السيسي عنده حس وطني رهيب جدا، وهو مش عاوز يغفل شريحة كبرى من الناس، من المجتمع. احنا عندنا دلوقتي حضرتك في يعني الشباب هم يعني هم ذخيرة هذا الوطن. بالظبط، هم ذخيرة، وهم امل المستقبل، هم امل هذا الشعب. فهو الفريق السيسي اي سلبيه، ودي بقى من حسه الوطني المرهف، وما بيحب وبيصارح. يعني هو دلوقتي دي فيها نوع من المصارحه والمكاشفه، وفي نفس الوقت بيدعوهم وبيقول لهم ما فيش تخوف على ثوره 25 يناير ولا في تخوف على الشباب.
لكن لما نبص للدستور ككل، هو مدي كل حاجه للشباب، لان هو الشباب عباره عن ايه؟ يا اما ذكر يا اما انثى، والاثنين سواء كان المراه والرجل واخدين حقهم في الدستور بالنسبه لكل الطوائف. لكن احنا هنقول اللي اختفى ممكن يكون شباب الثوره اللي اختفى، لكن ما اقدرش اقول شباب لان كده هيبقى نظرنا شباب المجتمع كله. لكن هو الفريق السيسي بيحس المرهف عاوز يجمع كل اولاده تحته، مش عاوز يخلي في حد شارد ولا حد يستغل هذا الموقف، فهو بيطلع يعالج اذا كان في ثوره معينه بيحاول ان هو يعالجها عشان بيطمن الشباب وبيقول لهم ان احنا مش هنهمل دوركم في الايام اللي جايه، وخصوصا الايام الجايه هيبقى في عندنا انتخابات برلمانيه، والشباب بنص الدستور ممثلين، والدستور ناصص على ان لازم يمثلهم بعدد معين في المجالس المحليه. فهو عايز محليه ولا نيابيه؟ المحليه، الشباب في المجالس المحليه، العمال والفلاحين والمراه في المجالس النيابيه. اما بالنسبه للشباب فهم هيمثلوا تمثيل كبير جدا بحوالي 50% في المجالس المحليه. وده سعادتك يجهزوا مثلا لما بعد ذلك. بالظبط، ده اللي انا عاوزه المعالي. ان دلوقتي انا لما اكون معايا شاب مش معقول هروح ادخله البرلمان على طول، ده مجلس النواب ده عايز خبره وعايز خبره تشريعيه. لكن انا دلوقتي لما اخده ادربه في المجالس المحليه، مجلس القريه ومجلس المدينه ومجلس المحافظه، يستطيع ان هو يمارس العمليه السياسيه وهو بردك في المجتمع، يخدم مجتمعه الصغير الاول، وبعدين بعد كده يقدر بعد ما يبقى مثلا نائب محافظه يطلع يترشح لمجلس النواب عن الدائره بتاعته، يستطيع ان هو يعطي. مش معنى كده ان الشباب ما يصلحوش لمجلس النواب، لكن بعضهم محتاج تربيه سياسيه في الاول، لازم يخدم الامور. انا مش معقول انا قريتي محتاجه حاجه وهطلع اطلبها في البرلمان، طب ما انا اخدم في مجالي الاول، في مجال قريتي او مجال مدينتي او مجال محافظتي، وبعدين اطلع امثل الشعب. لكن في برضك الباب مفتوح للشباب اللي عايزين يترشحوا مجلس الشعب، لكن من غير كوتا بقى، لكن هم زيهم زي اي حد ينافسهم على اي مقعد من المقاعد. لكن انا دلوقتي ما اجيبش واحد احطه وزير، اجيب شاب احطه وزير. طب فين خبرتك؟ لازم كل حاجه، الخبره دي انا مؤمن بها جدا في كل شيء. فين خبرتك؟ اجيبك احطك وزير؟ هو العمليه عمليه ان انت تشارك في الحكم باي وضع وخلاص؟ المهم انك تنجح، المهم انك تنجح، الخبرات ولازم وما نغفلش الخبرات اللي فاتت دي. فيعني ليه ما ياخدوش الشباب التدرج في السلم، على اساس ان يبقى العمر اللي هو المهني بتاعهم بالنسبه للسياسه، ممارسه السياسه، متناسب مع العمر السن اللي هو بتاعهم الاصلي يعني.